السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة سهام إيموبيلية عقارات. كنعتذر بطبيعة الحال على الغياب الطويل، ولكن عدنا ولله الحمد. وكنتمنى هذا الفيديو اللي هو عبارة على معلومات عقارية لقيت الناس بزاف كيسولوا عليها وعندهم فضول يعرفوا مستقبل العقارات يعني في المغرب، وكيسولوا بزاف على الثمن ديال العقارات، واش غادي يطلع واش غادي يرخص في ظل هاد الاحداث العالميه اللي وقعه سواء السياسيه ولا الاقتصاديه. فهذا اللي غادي نعرفوه ان شاء الله في هذا الفيديو. بزاف ديال الخبراء في مجال الاقتصاد والخصوص العقارات كيقولوا بلي الثمن ديال العقارات غادي يزيد يرتفع من هنا ل 2026 أو ابتداء من 2026 بالتحديد. غادي يرتفع واحد الارتفاع يعني خيالية، وهو حاليا حسب الإحصائيات اللي قاموا بها راه حاليا غادي وكيتزاد، وابتداء كما قلت من 2026 فالخبراء كيقولوا على أن الثمن ديال العقارات غادي يطلع ما بين 30 حتى ل 35% وأكثر. وكيرجعوا الأسباب الأحداث العالمية، التسارع الاقتصادي العالمي، التضخم اللي كاين دابا في العالم، وزيادة في الأسعار ديال جميع المنتجات والمواد بما فيها مواد بناء اللي غادي تزاد بشكل خيالي. وبطبيعة الحال بما أننا كنتكلموا على ثمن العقارات في المغرب، فكما كيعرف الجميع هناك تحضير للحدث العالمي البارز، الحدث الرياضي اللي هو المونديال 2030. ولهذا السبب فغادي تشهد العقارات في المغرب واحد الارتفاع كبير وكبير جدا. ومن بين المدن اللي كيرجحها الخبراء ديال العقارات انه غادي يرتفع العقار بشكل كبير ومهم هي مدينة طنجة، الدار البيضاء والنواحي، مراكش. واكيد مستقبلا غادي الثمن غادي يرتفع في اغلب المدن الرئيسيه والمهمه في المغرب. فاللي عنده شويه ديال الفلوس وكيفكر يستثمر في العقارات، يشري شي سكن او شي محل تجاري، فغير يزعم ويتوكل على الله، لانه العقار ما غاديش يرخص حسب الخبراء ديال الاقتصاد والعقارات. ما غاديش يرجع باللور، ما غاديش يرخص، بالعكس ما غادي غير في زياده. فاللي بغى يشري غير يزعم ويتوكل على الله. وبطبيعه الحال بالنسبه ليه استثمار كبير ومهم جدا، لان من هنا ل 2026 غادي يلقى ان هذاك العقار اللي شرب واحد الثمن حاليا غادي يتضاعف، ويمكن يتضرب في 3 أو في 4 ديال المرات من هنا ل 2026 2030. وغادي يكون بالنسبه ليه استثمار مربح جدا، سواء بغى يبيع او لا يكري. ودائما حسب الخبراء ديال الاقتصاد والعقارات فكيقولوا باللي يعني مازال غادي تجي الوقت، خصوصا مع الاحداث العالميه والحدث الرياضي الهام اللي كينتظروا جميع المغاربه اللي هو المونديال 2030. فكيقولوا باللي مازال يعني استوديو اللي كان كيسوى 16 مليون ديال سنتيم او 20 او حتى 25 مليون ديال سنتيم في بعض المدن الرئيسيه، خصوصا اللي ذكرنا منها طنجة، مراكش، الدار البيضاء وغيرها، مازال يولي ب100 مليون ديال سنتيم. خصوصا انه كاين في المخطط ديال المغرب يعني بسبب الاستعدادات ديال المونديال، فغادي يكونوا اوراش، غادي يكونوا مشاريع كثيره، غادي يكونوا مشاريع عقاريه سياحيه، يعني غادي يكونوا زياده في الدخول ديال الاجانب، دخول ديال العمال، ديال المهندسين، ديال شركات استثماريه استعدادا لهذا المونديال. فاكيد غادي يكون واحد الضغط كبير على العقارات، سواء الكراء سواء الشراء سواء البيع.
المهم اللي بغى يستثمر فهذا هو أحسن استثمار حاليا اللي هو العقارات، وراه ما غاديش يندم إن شاء الله، وراه غادي يرجع ليه إلا بالربح. وكما قلنا نعاودو نذكرو أنه ابتداء من 2026 إن شاء الله فغادي تبدا الأسعار ديال العقارات فواحد الارتفاع كبير وخيالي. يعني اللي بغى يشري غير يستغل الفرصة، ما حد العقار باقي شوية نازل يعني حاليا، ولو أنه راه في ارتفاع، راه بدا كيرتفع حاليا في بعض المدن. فاللي عنده شي شوية ديال الفلوس وعنده القدرة باش يشري ولو ابارتمون، انا يعني نصيحة ديال الخبراء، فمن الافضل يشري في احدى هاد المدن، راه غادي تكون بالنسبة ليه استثمار مهم ومهم جدا مستقبلا ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ومن المعلومات العقارية، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.